ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي اقولك، لو محتاره تعملي غدا ايه النهارده وعندك المكونات دي في البيت، يجعل بيتكم عامر ان شاء الله. طبعا احنا هنا هنعمل احلى غدا سريع واقتصادي في اقل من ساعه. يلا بقى نبدا. اقول لكم هنعمل ايه ان شاء الله. هنعمل سفره كامله متكامله. هنعمل كفته بالخضار المشوي وطحينه وصلصه وسلطه ومكرونه. حلو كده. اول حاجه هنبدا بالصينيه اللي معانا. طبعا بطل الصينيه هنا معانا توم، فلفل رومي، طماطم، بصل. طبعا كل ده الخضار اللي احنا هنشويه. هنضيف بقى البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل اسمر، وطبعا السماق بقى هيدي الخضار المشوي ده في حتة تانية خالص. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد كده بقى هنبدأ ان شاء الله نجهز في الكفتة بتاعتنا. هنضيف البصل اللي معانا واللحمة. طبعا هنطحن الكلام ده كويس جدا. انا هنا بصراحة ما عصرتش البصل ولا حاجة، ما نزلتش ميته، لان انا هضيف معلقتين كبار بقسماط، ومعايا نص كيلو من اللحمة المفرومة هضيفها على البصل. حلو الكلام، حلو الكلام. وبعد كده انا بحب اضيف فلفل رومي للكفتة نفسها. هنضيف كام بصل، كام فلفل كده. طبعا بقى كفتة يعني مفيش غير ملح وفلفل اسمر، مش هنضيف اي توابل تانية. حلو الكلام، حلو الكلام. تمام، نكمل بقى. هنا بقى احنا خلاص جهزت الكفتة وحطيت الملح وحطيت الفلفل الاسمر. هديها ضربة كده حلوة. وبعد كده هنحط البقسماط زي ما قلت لكم. البقسماط ده كمان عاملاه في البيت. اي عيش عندك نشف حطيه في الفرن يتحمص معاكي. هنقوم بقى ايه محمصينه في الفرن ونضربوه في الكبة، هيبقى معاكم احلى بقسماط بيتي. حلو جدا ونضيف. هنا بقى صبعت الكفتة وحطيتها جنب الخضار المشكل، وحطيت كام واحدة كده فوق الخضار، لانها لما هتيجي تتشوى وتستوى في الفرن هتنزل العصارة بتاعتها كلها على الخضار، فيبقى الخضار اخد من طعم اللحمة واللحمة اخده من طعم الخضار. يعني حاجة تحفة جدا. وهنا بقى بالمعلقة عملت شكل كده بحيث ان هي ايه كأنها يعني مشوية على السيخ وكده. حلو الكلام يا جماعة، حلو الكلام. ان شاء الله نبدأ بقى في الطحينة. هنا بقى معانا الطحينة. طبعا الطحينة مش بتحتاج غير مية وخل وملح وكمون، اكتر من كده ما تضيفيش. بس التوم يا جماعة بقى بيديها طعم حلو جدا ونكهة حلوة جدا. بس عندنا ما بيحبوش التوم في الطحينة. بس جربوها لانه بيدي طعم حلو قوي. كده احنا خلاص جهزنا الطحينة. وحبيت اعمل شكل بقى كده، حطيت له واحدة كده طماطمايه وواحدة تانية خيار، يعني حاجة حلوة قلت ادلعهم بقى. وبعد كده هنجهز بقى في الصلصة بتاعة المكرونة. هنا بقى فاكرين البصل اللي عملناه مع بعض، الخضار اللي كنا عاملينه مع بعض اللي قلت لكم ده سر اكل اي اكلة حلوة. هنا بقى كان معايا جاهز، يا دوبك خدت معلقتين كبار وبعد للاكل، يعني حاجة سريعة معانا. وبعد كده ضفت معلقة كبيرة من الثوم المفروم. طبعا برضو انا لان انا شاطرة فكنت مجهزة صلصة متسبكة جاهزة في التلاجة. بس طبعا ما تنسيش تملحي وتحطي الفلفل الاسمر للصلصة. هنا بقى ايه، انا كده خلاص جهزت الصلصة بتاعت المكرونة. يا جماعة صلصة المكرونة دي مجرد ما بتحطي بس بصلة وتومة بتديها طعم حلو جدا، يعني بتبقى نكهتها جميلة قوي وحلوة. حلو كده بقى معانا كل حاجة جهزت زي ما انتم ما شايفين. الصلصة جهزت، الطحينة جهزت، كله جهز. شايفين الأكلة حلوة ازاي؟ طبعا بقى قدمنا السفرة كلها مع بعض، الكفتة والطحينة زي ما قلت لكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واكتبوا لي في الكومنتات تحبوا اعمل لكم المرة الجاية.